Hello? Who is this? Do you know her? Do I know her? She was one of the Emilys. One of the what? مش هكون ببالغ لو قلت ان فيلم ذا ديفل ويرز برادا اللي نزل سنه 2006 هو واحد من افلامي المفضله عموما. ده الفيلم اللي بتجه له مباشره لما بكون في مود سيء مثلا او عايز حاجه اشوفها تديلي شويه طاقه وافصل بيها دماغي. اعتقد كلنا عندنا نوع الافلام ده، وده لاسباب كتير قوي. ذا ديفل ويرز برادا فيلم خفيف بقصه بتحكي عن النجاح والهويه والمبادئ ومفهوم السعاده، بجانب انه عنده شخصيات كاريزماتيك بشكل مش طبيعي زي ميراندا بريسلي بقوتها وتسلطها وتجسيدها لحاله الشخص اللي بيقدم تضحيات كتير علشان يحافظ على نجاحه، او اندي الشابه اللي بتحاول تنجح بس مش عايزه حياتها تمحى بسبب شغلها، او ايميلي البنت اللي قادره تتخذ قرارات متهوره جدا في سبيل انها تمثل التصور اللي في دماغها عن الشخص الناجح والمشهور. بالاضافه بقى للاجواء الجميله والساحره اللي بيصدرها، سواء على مستوى الحاله النفسيه والايجابيه جدا اللي بيسيبك فيها مع نهايته، او حتى على مستوى عالم الازياء والموضه اللي بيغرق المشاهد جواه بكل الالوان والبهرجه المرادفه للعالم ده. انا فاكر في فتره من حياتي كنت مهووس بالفيلم لدرجه اني كنت بشوفه بشكل متكرر. لو ما شفتش الفيلم ده لحد دلوقتي فحقيقي انت فاتك تجربه ممتعه وخفيفه وساحره جدا ما ينفعش تفوتها. وعلى عكس كل السيكولز والبريكولز اللي بقت بتتعمل للافلام القديمه المشهوره الفتره اللي فاتت واللي عاده بكون داخلها بحذر وترقب، بصراحه جزء مني بيبقى شايفها فقر ابداعي وطريقه سهله لاقترار فلوس من محبين الافلام دي. لكن انا كنت داخل الجزء الثاني من ديفل ويرز برادا بحماس كبير جدا. ليه؟ وهل الفيلم كان قد مستوى الحماس اللي وجهته له ده كله هنعرف كمان شويه. بس دلوقتي خليني كالعاده الاول ارحب بيك، انا محمود وخلينا نبدا فيديو النهارده. I've seen things you people wouldn't believe. All those moments will be lost in time. Like tears in rain. ذا ديفل ويرز برادا 2 هو فيلم كوميديا ودراما، يعتبر الجزء الثاني لفيلم بنفس الاسم صدر في 2006، والجزئين من اخراج ديفيد فرانكا ومن بطوله ميريل ستريب، ان هاساوي، ايميلي بلانت وستانلي توتشي. وقصتنا احداثها بتبدا بعد 20 سنه من نهايه احداث الفيلم الاول. دلوقتي اندي حققت حلمها في انها تكون صحفيه حقيقيه بتكتب عن مواضيع مهمه وذات قيمه في الحياه، بل انه احنا بنوصل لها وهي بتاخد جايزه عن احد المقالات اللي كتبتها. بس كالعاده الحياه مش جنه. في اللحظه اللي بتستلم فيها الجايزه بتستلم كمان رساله انه تم طردها من المجله اللي تشتغل فيها بعد ما تم بيعها لشركه جديده قررت انها تقلل من عدد العاملين في المجله. في الوقت ده رانوي مؤسسه الازياء والموضه اللي بتديرها ميراندا بريسلي بتتعرض لضغط اعلامي بيهدد باستقرارها بعد ما تعاملوا بدون وعي مع موردين بيشتغلوا بشكل غير اخلاقي. ومع محاوله البحث عن طريقه لتقليل الضغط الاعلامي ده بتتقاطع طرق ميراندا مع اندي مره ثانيه عشان يشتغلوا مع بعض ويحاولوا يحافظوا على استقرار المؤسسه. السبب اللي خلاني متحمس للجزء الجديد من ديفل ويرز برادا على الرغم انه برضه بيقع تحت طاولة الاجزاء التانية للافلام القديمة المشهورة، انه عالم الفيلم ده على عكس كتير من الاجزاء التانية هو عالم يستحق انه نرجع له. جو الصحافة والطريقة اللي بيتعامل بيها الناس مع الموضة والازياء شيء حصل فيه تغييرات كتير جدا على مدار ال20 سنة اللي عدوا على صدور الفيلم الاول. كنت على يقين ان التغيرات دي كافية جدا علشان ينتج عنها قصة جديدة تستحق انه نشوف. ضيف لده طبعا مدى حبي للفيلم الاول وشخصياته، سمحت لنفسي اني ابني توقعات عاليه شويه تجاه الجزء ده، واحب ابشركم انا كنت صح. اكتر وصف جاي على دماغي دلوقتي للفيلم ده انه فيلم مستوي كويس قوي، واعي بالمشاهد اللي جاي له وعارف هو بيدور على ايه وبيحاول يقدم له ده. هتلاقي كل حاجه كانت موجوده في الفيلم الاول، نفس الاجواء الخفيفه مع جرعه كوميديه مميزه، نفس الشخصيات الجذابه وكأن مفيش اي وقت عدى عليهم، وكمان نفس حاله السحر والبهرجه والالوان المرتبطه بعالم الازياء والموضه. وفي نفس الوقت الفيلم بيرسم ده في قالب بيحاول يتاقلم مع معايير العصر بتاعنا اللي بكل تاكيد بتختلف بشكل جذري عن معايير الوقت اللي صدر فيه الفيلم الاول. وده ظاهر جدا في شكل الحدوته اللي بيحاول يحكيها، الحدوته اللي بتناقش مواضيع اكتر جديه ونضج من الفيلم الاول، طبعا لسه حالمه بنفس القدر بس اكتر جرأه في تناول موضوعات بتجاري مدى تعقيد الحياه اللي احنا عايشينها دلوقتي. وبيعمل ده حلو قوي لدرجه انك في بعض الاوقات هتتفاعل معاه وتبدا تحس بحاله زعل كده لما تفتكر انه العالم كان يوما ما ابسط مما هو عليه دلوقتي. وعي الفيلم ورغبته في ابراز نقطه مرور الزمن هي اجمل عناصر عموما، وده مدخل حلو عشان نتكلم على ازاي ترجم السيناريو
التوجه ده. في البدايه كده احنا لسه برضو قدام رحله نجاح، بس المره دي مش قايمه على شخص موهوب بيحاول يثبت نفسه في بيئه عمل متطلبه، وانما قايمه على اشخاص بيحاولوا يواجهوا تطورات العالم من حواليهم بحيث يفضلوا محتفظين بنوع من انواع الاستقرار في حياتهم. هتلاقي قدامك نفس الشخصيات اللي انت كنت بتحبها من الجزء الاول بنفس الصفات تقريبا، بس اضيف ليهم حاله كده من الانهاك نتيجه لعدم قدرتهم على مواكبه معايير الحياه من حواليهم. ميراندا لسه شخصيه عمليه جدا ومتسلطه وقويه، بس ضمن القوه دي هتشوف شويه ضعف وتعب كده ناتج عن ادراكها انها مستحيل تقدر تواكب صراع الارقام والسوشيال ميديا اللي مرميه فيه، كانها دايما كانت شاطره في اداره مؤسسه مقتصره على عدد معين من المتلقين، وفجاه المؤسسه دي اصبحت مفتوحه لعامه الناس بلا اي حواجز. فبنلاقيها في مرحله ما من الفيلم بتترك سؤال هي هتنجح ازاي او هتحافظ على مركزها باي طريقه، وبتبدا تسال عن الفايده من وراء انها تفضل موجوده في مركزها، وامتى الوقت المناسب عشان تعرف انها لازم تسيب. على الجانب الاخر عندنا اندي اللي بتتعامل مع تغير العالم من حواليها بنفس صفاتها المعهوده المتمثله في التصميم والمثابره، بتحاول تحارب سرعه الحياه بايجابيتها ومبادئها وباصرارها على انها تقدر تعمل كل حاجه، وده بالظبط اللي بيخلق الصراع في الجزء ده، صراع مشابه تماما للجزء الاول في مضمونه. الفيلمين بينطلقوا من نقطه اختلاف التوجهات بين ابطال القصه، لكن الظروف المحيطه بالصراع ده هي اللي بتدي لكل جزء اختلافه، وفي رايي الجزء ده كان اكتر تعقيد وجديه في التعامل مع الظروف المحيطه بالصراع اللي بيقدمه، بالاضافه بقى لباقي الشخصيات اللي برضه في مراعاه شديده لخلق توازن ما بين صفاتهم اللي احنا بنحبها وبين عوامل مرور الزمن عليهم. بنشوف مثلا ايميلي اللي لسه عندها نهم للفرض نفسها على العالم ورغبه في البحث عن مكان ليها في وسطه باي اسلوب ممكن، لكن المره دي بنشوف ان اساليبها اتطورت واصبحت اكتر فعاليه وفي اقوال اخرى اكتر خبث. ولسه برضه نايجل بيجسد صوره التابع المخلص اللي بيحاول يرضى بوضعه على الرغم من طموحه انه يوصل لاماكن اعلى. هو جدلا نايجل يعتبر الشخصيه الوحيده اللي رجعت بدون اي اختلاف فيها، وده مبرر لانه تم تقديمه من الاول على انه الشخص اللي بيعرف يتاقلم مع الوضع من حواليه ايا كان شكله. وده ياخدنا للكلام عن الاداءات التمثيليه في الفيلم واللي كانت مبهره جدا بالنسبه لي. بغض النظر عن ميرل ستريب فكل الممثلين اللي كانوا معاها في الجزء الاول كانوا شباب وفي بدايه مشوارهم. انا طبعا ما شفتش الفيلم في 2006، لكن لما شفته كان في بدايه مشاهدات السينمائيه فبرضه ما كنتش اعرفهم قوي، لكن مع مرور الوقت كل ممثل من ممثلين الفيلم الاول بدا ياخد في دماغي شكل او صوره معينه نتيجه لطبيعه الادوار اللي بيختارها، فكان عندي فضول اعرف ازاي هيعيدوا تجسيد الشخصيات اللي جسدوها من 20 سنه، والاهم ازاي هيقدروا يقنعوني بكده، والحقيقه ده تم بكل سلاسه ممكنه. انا عايز اتكلم تحديدا على ايميلي بلانت، هي اكتر واحده استدعت بالظبط طريقه تجسيدها لشخصيتها من الفيلم الاول، لكن ضافت ليها كل خبره السنين اللي عدت، فبقت طالعه قدام الكاميرا بشكل واثق وساحر قوي. انا عيني كانت بتدور عليها من اول الفيلم لاخره، بجانب طبعا انها اكتر واحده ضحكت بسببها. برضو ميرل ستريب عظيمه. مبدئيا انا انبسطت جدا انه اخيرا عرفت اشوف فيلم ليها في السينما لاول مره في حياتي، وبلا مبالغه هي لازالت في قمه تالقها، لازالت قادره انها تبقى محور الفيلم، بالاضافه لانها بتجسد حاله الانهاك والضعف اللي صاب ميراندا بشكل مبهر بحيث تحسس المشاهد بيه، لكن من غير ما ياثر على الهيبه والقوه اللي بتصدر من الشخصيه في العاده. طبعا ان حسوي لازالت جميله وبتملى الشاشه بكاريزمتها، ومجرد رؤيه ستانلي توتشي على الشاشه هي حاجه بتسعدني بشكل تلقائي. وطبعا الاهم من ده كله هو قدرتهم على الحفاظ على الكيمياء ما بين بعضهم، تجمعهم مع بعض على الشاشه كان شيء مليان نوستالجيا وفرحه وسحر. الاخراج كمان ما اختلفش كتير عن الجزء الاول، لسه محافظ على صوره نظيفه وبراعه في استعراض بهرجه ولمعان عالم الازياء والموضه، وايقاع مريح بتختفي قدامه اي لحظه ملل، بجانب تالق على مستوى استغلال حاله النوستالجيا، مش بيبالغ في الاستعراض بيها لدرجه انه ينسى حدود القصه اللي بيحكيها، وفي نفس الوقت عارف يلاقي التوقيتات الصح عشان يستخدمها، فبتكون دايما مؤثره. ولما بتترمي جمله او جيستشر من الفيلم الاول بتحس انها موجهه ليك لوحدك، كانك انت بس اللي فاهم. Where would you like to start? I am the new features editor at Runway. No, you are not. Yeah, we are all so thrilled. اكبر مشاكل الفيلم بالنسبه لي هي انه فاقد شويه للحظات الايقونيه. عارفين انتوا في الجزء الاول كان دايما كده في شويه اثاره ناتجه عن تطور شخصيات الحدوته، اللي هو امتى اندي هتتحول علشان تناسب العالم اللي موجوده فيه، او امتى ميراندا هتبص لاندي بشكل فيه اعجاب وتقدير. والمحاولات للوصول للمراحل دي كان بينتج عنها مغامرات حلوه، زي المغامره مثلا اللي دخلت فيها اندي علشان تحصل على جزء هاري بوتر الجديد اللي لسه ما نزلش للجمهور. الجزء الثاني فقد شويه اللحظات والمغامرات دي وامن اكتر على مستوى تسلسل احداثه. ده طبعا مش مؤثر على تجربه المشاهده في اي حاجه، بس حقيقي كنت احب لو قدروا كمان يحتفظوا بالعناصر دي. في النهايه ذا ديفل ويرز برادا 2 ارضى كل توقعاتي، وحصلت من خلاله على تجربه سينما ممتعه ومليانه بالسعاده واللحظات اللانهائيه من النوستالجيا، وكل اللي فاضل عليه انه يعمله انه يصمد امام اعاده المشاهده زي ما الجزء الاول صمد. عشان كده تقييمي لفيلم ذا ديفل ويرز برادا 2 هو 8 من 10. وبس دي كانت كل حاجه عندي النهارده. لو وصلت لحد هنا شكرا جدا، يا رب تكونوا استمتعتوا. شاركوني برايكم عن الفيلم لو شفتوه. انا محمود وسلام.